افرض انت عايز تعمل سيلكشن لجزء معين، انا عارف ان الجزء اللي تحت ده مثلا وليكن عزبة معينة، عارف ان دي مدينة كاملة، والجزء اللي تحت ده كده مثلا كومباوند معين عايز اتحكم فيه لوحده وعايز اعمل له ديزاين كونسترينز مختلفة، فممكن اعمل له حاجة اسمها سيلكشن سيت. تيجي تضغط هنا كده، شايف الكومن فيوز دي كده، او حتى من فيو هتلاقيها برضو موجودة عندك اهي سيلكشن سيت، فهي موجودة هنا او موجودة في الهوم في الكومن فيوز، فاضغط عليها اهو هيظهر لي ده كده. المفروض انها بتظهر لك الحاجات الاليمنتس اللي انت بتضيفها، طول ما بتضيف اليمنتس جديده بتعمل لك لها سيلكشن لوحدها. تستورد مثلا لير معينه او لاينز معينه تخطيط، هو بيعمل لك سيلكشن سيت دايركتلي مباشره لوحده. اما لو انا بقى عايز اعمل سيلكشن سيت خاص بيا انا، باجي هنا كده من هنا كده من هنا بعمل كرييت فروم سيلكشن، بس لازم اكون انا عامل سيلكشن خلي بالك، او فروم كويري، يعني انا برضو انا اللي بختار. يعني لو انا اخترت ده كده بختار انا البارامتر اللي انا عايز اعلم عليه او اللي انا عايز اعمل له سيلكشن سيت، واقول له ايه اد، ويروح هو عامله لي في سيلكشن سيت. تعال نجرب كده نعمل ان احنا نعمل سيلكشن سيت من خلال ان احنا نعلم على الحاجه دي حتى بدون ما نروح للسيلكشن سيت دي. هنشوف دلوقتي مثلا انا عايز اعمل المواسير اللي تحت اللي انت شايفها دي كده اهي، علمت عليها بالمطابق. طبعا لو انا عايز افضل ازود معاها، ما ينفعش ان انا مش زي الاوتوكاد، يعني لو جيت انا عملت كده هيلغي لي اللي انا كان عامله، لا لازم افضل ضاغط على اللي ضاغط على الكنترول لو انا عايز اضيف حاجه. يعني مثلا انا عايز اضيف الماسوره اللي في النهايه دي كده معايا في السلكشن سيت، هاجي هنا اضغط على كنترول واروح ضاغط عليها كده. طيب عايز اعمل بقى سلكشن سيت، فاقول له كليك يمين كرييت سلكشن سيت، سميها اي اسم وليكن سيلكشن سيت نمبر 1. اوكي، فكده هو عاملها لي. بص بقى لو انا عايز اعمل سيلكت عليها، هاجي هنا على سيلكشن سيت واضغط عليها كده دبل كليك، او حتى هنا كده سيلكت اون دروينج، هو علم لي عليها. كليك يمين بقى ايديت جروب، عايز اعمل اي حاجه. طب افرض مثلا انا رجعت قلت لا الماسوره اللي هناك دي انا مش عايزها معايا، ده الماسوره دي مش معايا في سيلكشن سيت، ارجع تاني اعلم على المواسير واعمل سيلكشن سيت جديده؟ لا، باجي اعلم عليها كده هي والمطبق، واروح عامل كليك يمين واروح قايل له ريموف فروم سيلكشن سيت، امسحها لي من السيلكشن سيت. لو انا عندي كذا سيلكشن سيت هيظهر لي طبعا ليه السيلكشن سيتس المختلفه، انا مش معايا غير دي دلوقتي، فهقول له السيلكشن سيت نمبر 1 واقول له اوكي، وبالتالي هو مسحها لي. تعالى كده اضغط دبل كليك على السيلكشن سيت دي، او حتى تعالى نضغط على سيلكت ان دروينج دي كده اهو، علمني على المواسير والمطابق التانية بدون ما يعلم على الماسورة دي، يبقى هو فعلا شالها. طب لو انا عايز بقى اضيف الماسورة دي بالمطبق ده كده معايا في السلكشن سيت، انا بقى اتفاجئت بعد ما عملت سلكشن سيت ان انا عندي ماسورة ومطبق نسيهم، فهل برضو ارجع تاني اعلم على المواسير والمطابق واعمل سلكشن سيت جديدة؟ لا برضو، فباجي اعلم عليهم بالمنظر ده كده واقول له كليك يمين اد تو سلكشن سيت، انهي سلكشن سيت، واحد واثنين تلاتة اربعة ايا كان، اروح قايل له انا عايز رقم واحد دي كده، اقول له اوكي. تعالى تاني نضغط عليها دبل كليك، علم لي على الفعل المواسير اللي انا عاملها بالايه، بالماسوره والمطبق الجداد اللي انا ضفتهم ليها. يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نفهم ازاي نقدر نعمل سيلكشن سيتس، ازاي نقدر ان احنا نعمل سيلكت على اي عنصر او اليمنت موجود عندي يعني في الموديل بتاعي. زي الفل كده لحد دلوقتي.